النصابين 2025 عملوا حاجات كتير وعملوا البدع علشان خاطر ينصبوا علينا وعليك وعلى اخواتنا كلهم في كل مكان. ابتدى الموضوع معايا بالصدفة، واحد بعت لي من على ماسنجر بتاع واحد صاحبي بيقول لي بعد اذنك حول لي فلوس علشان خاطر عند حد عيانه في المستشفى وبتاع، فانا محتاج الفلوس دي ضروري ويا ريت تحولها لي على الرقم كذا. صاحبي ده انا مش متعود ان انا ابعت له على حاجه زي كده ولا يطلب مني الطلب المنظر ده، فقلت له معلش انا مش هقدر احول لك دلوقتي، او انت خدت مني فلوس قبل كده ونفضت لي ايا كانت، المهم اتحججت باي حاجه عشان خاطر اعرف اتحقق منه. ولما اتحققت منه خلاص الحوار باظ، لان الصفحه بتاعت صاحبي طلعت اتهكرت واتسرق حسابه، فابتدى يبعت للناس بحالها. بس في ناس فعلا وقعت في الحوار، فانا بنبه الناس علشان خاطر ما حدش يقع في الحوار. وديت كانت الاولانيه. التانيه بتاعتنا بقى كانت في حوار تاني خالص. يتصل بيك بواحد بيقول لك احنا دلوقتي الشركه بتاعت فودافون وعايزين نعمل حاجه اسمها تحديث بيانات، او عايزين حضرتك جالك كاش باك معين عايزين نعمل له كذا. ويقول لك طب تمام ماشي عشان خاطر اعمل لك تحديث بيانات، فانت تمشي معايا على الخطوات، تيجي تمشي معايا على الخطوات تلاقي نفسك في مطبق. لعل بقى اهم مشكله حصلت اللي هو واحد بيتصل بيك بيقول لك الو السلام عليكم حضرتك الاستاذ كذا، فبيقول لك باسمك اللي في البطاقه اللي متسجل بيه الخط فعلا اللي في الحكومه اللي ما فيش حد عارفه. فتبتدي حضرتك تبتدي دماغك تزن ولو ثانيه صغيره، يبتدي في الزنه ديت بقى ياخدك في حته ثانيه خالص. يقول لك طب انا دلوقتي عشان خاطر تطمن ليا اكتر انا هبعت لك رساله من فودافون كاش نفسها. ويبعت له فعلا الرساله يقول له انا دلوقتي انت عندك كاش باك مثلا 4000 جنيه، وانت عندك دلوقتي انت بتقول 5000 جنيه، فانا هعمل لك هنا الايداع بتاعك ده بالمبلغ ده، فمعلش مش معنا خطوات عشان احط لك الفلوس في حسابك. تبتدي فعلا تقول له ماشي، يبتدي فعلا يقول له طب وريني الرساله هتجيلي من فودافون كاش، تجي لك رساله ليتم عمليه ايداع كذا من فودافون كاش، اعمل الكود نجمه 900 نجمه 2 شباك. الكود ده اساسا عشان خاطر عمليه ايداع بس مش ليك، ليه انت اللي هتبعت له الفلوس. يبتدي ساعتها يجي لك في النقطه ديت وياخد منك الفلوس بتاعتك، فما تمشيش ورا واحد في التليفون. شركه فودافون كاش او كل شركات المحمول لو تطول تاكل بطنك والله لا هتاكل بطنك. انسى الكلام ده، ما تفكرش لحظه اللي هي ممكن تفيدك بمصلحه ولا تديك فلوس كده هباء منبثا. مش حد يديك 4 ولا 3 ولا 2 ولا ان شاء الله تكون اتشقلبت على دماغك. الناس بتقفل الليمت وما بيجيلهاش فلوس دي. وديت كانت التانية. التالتة بتاعتنا برضو بيتصل بيك بيقول لك في كارت كذا هيجي لك علشان خاطر تاخد بيه فلوس ومشتريات ومش مشتريات، المهم الكارت ده هتعمل معايا الكود نجمه 9 نجمه 100 شباك. الكود ده علشان خاطر يعمل فيزة مشتريات على حسابك انت، وب5 جنيه تنخصم من رصيدك وخلاص، لكن بعد كده هيقلبك في كل الفلوس وتبقى الدنيا اتعشت معاه والدنيا زي الفل. لحد كده وخلصت سلسلة النصب بتاعة 2025. نبهناكم علشان خاطر ما تجوش 26 ويحصل معاكم نفس الموقف. وبكده نبقى خلصنا السنة الجديدة ان شاء الله. ولو في عملية نصب تانية ممكن ابقى اقول لك عليها حلقتين او 3 قبل ما نبتدي 1 يناير 2026. كل سنة وانتم طيبين.